السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. سندوتش الكريب بالسوسيس أو بالهوت دوج أو بالفرانكفورتر موجود على قناة أكلة وسهرية من الألف إلى الياء. عايزة أوريكي، شايفة؟ بصراحة من أول الخيار المخلل أقول لك اتعمل من الألف للياء على قناة أكلة وسهرية بتفاصيل بسيطة جدا وبطريقة بسيطة جدا. عملنا العيش وعملنا شاورمة الهوت دوج مع بعض وعملنا بيها السندوتشات دي. اتعملت ازاي وايه الطريقة؟ يبقى حضرتك تنوريني في القناة وتدخلي معايا الفيديو، تدخلي معايا القناة، هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. أولا محتاجة نص كيلو من الدقيق منخول طبعا بالشكل ده. هضيف عليها معلقه من السكر، ربع معلقه من الملح، نص معلقه من البيكنج باودر. الحليب ده مدفياه علشان خاطر العجينه ترتاح معايا بسرعه. الزيت هضيف على الدقيق معلقتين 2 كبار من الزيت عشان هيدي العجينه طراوه وهيدي لها طعم مميز كده. هبدا بقى انزل بكوبايه الحليب وهلم العجينه بالشكل ده. هلم الدقيق كله، هخلي الدقيق كله يتلم مع الزيت ومع الزيت ومع الحليب بالشكل ده. وبعدين هبدأ بقى انزل بنص كوباية تدريجيا من المية الدافية. جو برد فلازم تكون المية دافية شوية للعجين. لما اوصل العجينة طرية بتلزق بسيط. عجننا العجينة بقت ناعمة جدا. نص معلقة من الزيت وهنغطيها بالشكل ده. هنغطيها وتسيبها ترتاح ساعة لحد ما نجهز الخضار. هنجهز الخضار والنور قاطع. هنبدأ نقطع الخضار على شكل الشاورما او هنقطعه شرايح بالشكل ده. كل الخضار هنقطعه بالشكل ده. طبعا بعد ما قطعنا الخضار بالشكل ده كده هنبدأ نحضر السوسيس بالشكل ده كده ونقطعه نفس بالظبط طريقة الخضار زي ما قطعنا الخضار بالشكل ده كده. طبعا هنبدأ نقطع السوسيس بالشكل ده نفس تقطيعة الخضار. طبعا بقى الكمية دي بتاعت حضرتك تعملي الكمية اللي انت عاوزاها بناء على عدد الافراد اللي انت هتعمل لهم السندوتشات او بناء على كمية الخضار اللي انت موضباها. بعد ما قطعنا السوسيس بالشكل ده نبدأ بقى نشوح الخضار مع السوسيس. معلقتين كبار من الزيت وهنزل عليهم بالسجق بالشكل ده، بس الهوت دوج بالشكل ده. عايزاه ياخد تست تحمير من تحت. بعد ما اتحمر بالشكل ده هنزل عليه بتشكيلة الخضار، البصل مع تشكيلة الفلفل. الطماطم دي هخليها اخر حاجة انا هستخدمها. طبعا مش عايزة الخضار يدبل، بس عايزة البصل يدبل شوية وريحته تطلع. نص معلقة من الملح ونص معلقة من ال7 بهارات، وبكده اكون حطيت له كل البهارات اللي انا محتاجاها. مش هضيف له اي حاجة تاني غير الطماطم. طبعا على ما يدبل بقى البصل وريحته تطلع هنبدأ نفرد العجينة مع بعض ونقطع العجينة. لما ارتاحت نص ساعة هنبدأ نقطعها. شايفة كده بقت ممتازة جدا. هنفرد شوية دقيق وهنبدأ بقى نقطع العجينة بشكل مساوي جدا على حسب حضرتك ما عايزة رغيف الكريب قد ايه. بعدين بتبدأي تلفي العجينة وتتأكدي ان الحجم كله قريب لبعضه بالشكل ده.
قطعت العجين كله، هنبدأ ناخد بقى من اول قطعة، نبدأ نفردها ونسوي على طول، ما تستنيش عليه خالص. شايفة؟ في المرحلة دي بقى هبدأ اضيف الطماطم ودقيقتين 2 وهطفي على الخضار ده كله. القطعة ونبدأ نفردها. هوريكي السمك اللي احنا محتاجينه. احنا محتاجين تكون رقيقة جدا. تبدأي تفرديه بالشكل ده كده لحد لما يبقى، شايفة السمك، اقل من نص سنتي. كل ما كان الرغيف رقيق كل ما استوى بسرعة، كل لما حشيتيه اي شيء وجيتي تحمصيه على النار اتحمص جدا وبقى مقرمش. افرديها بالشكل ده كده. شايفة العجينة ما شاء الله مرتاحة، فبتمط معاكي خالص. شايفة؟ طبعا بقى تسويها عندك صاجة، عندك صينية كده وتسويها في قلبيها، الطريقة المتاحة عند حضرتك سوي بيها. طبعا جهزنا كل الحاجات اللي تطلع لنا سندوتش كريب ممتاز، زي الكاتشب، المايونيز، الخيار المخلل المقطع زي الخضار بالظبط. جهزنا طبعا الخضار، ريحته مش هينفع اتكلم، هقولك جربيها بنفسك. هنجهز صوص تاني برضو اكيد ولادك بيحبوه جدا، وهو صوص الباربيكيو. قد ايه العيش طري جدا، شايفه؟ بصراحه ملوش وصف. شايفه طري خالص ازاي؟ طبعا اول ما يطلع من على النار حضرتك تغطيه وتسيبيه بالشكل ده كده، تاخدي احلى عيش تورتيلا معمول في البيت او عيش صاج. شايفه؟ طري جدا. ريحته حلوه، دسم، لان طبعا احنا عايزينه بحليب، فيعني حاجه كده بصراحه تستحق ان انت تجربيها. هنبدا نعمل الساندوتش. طبعا الساندوتش على حسب ما حضرتك بتحبي، الحاجه اللي انت عايزه تحطيها اكيد هي دي اللي هتنفع. فاحنا هنعمل اطعمه مختلفه جدا. اول واحد مثلا هنعمله بالمايونيز بالشكل ده، عليها السوسيس بالشكل ده، هنحط شويه من الخيار المخلل بالشكل ده، وطبعا هناخده على صينيه سخنه جدا ونحمصه. طبعا بقى السندوتشات مختلفه تماما. هنا هنضيف كاتشب، حاجات كلها من قلب البيت يا جماعه، حاجات كلها سهله جدا، حاجات كلها سهل ان انت تعمليها وتطلعي نتيجه منها ممتازه من اول مره. طبعا الخيار ده برضو معمول على قناه اكله وسهريه. طبعا صوص الباربيكيو ده طعمه حلو جدا في السندوتشات اللي زي دي، بدي طعم وريحه مش معقوله. وهحط طبعا الخيار المخلل بالشكل ده. شايفين يا جماعه؟ كريب السوسيس او الهوت دوج او الفرانكفورتر من الالف الى الياء، عملناه بالعيش بالتتبيله بطريقه لف سندوتش الكريب بالمنظر التحفه ده، وكله من قلب البيت. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.